بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه واحسن حال. دلوقتي هنعمل مع بعض يا جماعه الكشري المصري. معلقين على الميه اهي كتير عشان المكرونه لسه هتغلي. وده البصل عندنا حاطين عليه الدقيق وشويه نشا. وده الزيت اهو عشان نحمر فيه البصل. وده الحمص سلقناه اهو. ونشوف يلا خطواتنا مع بعض هنعمل ايه. نزلنا يا جماعه بالبصل اهو على الزيت اهوت. الزيت سخن جامد. والميه دي حطينا فيها ملح ومعلقتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب يا هادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو يا جماعة بنحمص البصل اهوت. هنحمصها كويس بقى ونطلعها على حاجة وبعدين نشوف هنعمل ايه. ادي شكله اهو يا جماعة. هنشيله بقى ونطلعه على حاجة. ناخد شوية من الزيت بتاع البصل بقى يا جماعة في حلة كده وننزل عليه بالثوم. الحلة شكلها حلو بس هي مش عارفة جاية التصوير كده ليه. هي الحلة زي الفل. هي استلت بس مش عارفة التصوير جاي كده ليه. الضوء عاملها كده ليه. ما فيهاش أي حاجة خالص الحلة. التوم محمصة حلو كويس كده. ننزل عليها بشوية كزبرة كده. ننزل عليها بمعلقتين خل. وادي الطماطم معانا اهي هننزل بيها بقى. نزلنا بالطماطم بقى يا جماعة اهي. ونسيبها تسبك بقى في بعضها. وهنا المية غلت. نزلنا بالمكرونة. نزلنا بالمكرونة اهو. نغطيها بقى ونسيبها بقى شوية في النار كده في المية. ونزلنا بشوية زيت كمان يا جماعة بتاع تحمير البصل برضو اهو. نحمر بقى البصلية دي يا جماعة اهي. عشان ايه؟ هنعمل بقى فيها العدس على الرز مع بعض كده. ننزل عليها بقى سن التوم. نزلنا بالتوم بعدين يا جماعة نحمره كويس قوي اهو. نحط بقى شوية كمون ونحط العدس بقى. حطينا شوية الكمون والعدس اهو عليها اهو. ونشوحها كويس برضو كده.
نشوح فيه بقى شويه كده كويس قوي. نشوحه كويس اهو يا جماعه. نحط عليه الرز برضو يتشوح. نزلنا على الرز اهو بالعدس بمعلقه كمون حلوه كده وباتنين مرق دجاج مكعبين. ونقلب بقى كويس. نحط الملح والميه بقى. حطينا ايه اهو يا جماعه اهو. هنغطي عليه بقى ونسيبه يستوي. المكرونه استوت. هنصفيها بقى ونغسلها كويس. هنشطفها بقى. وادي المكرونه يا جماعه صفيتها كويس ورشيت عليها شويه زيت حلوين كده وشويه كمون. وهقلبها ببعضها بقى. الزيت ده كان مقدوح قبل كده، كان فيه بصل، كان معمول فيه بصل، محمر فيه بصل. ونزلنا هنا بالزيت يا جماعه عشان الدقه. ميه الدقه اهي اه. المفروض انزل بالشطه بس مش هنزل بالشطه لان صدري تعبان فهتتعبني. هنزل بقى بالخل. سيبه يغلي كويس قوي كده. كمون. ننزل بقى بالشطه مع مكعبات المرق. ونزود الميه بقى. نزود الميه عشان تغلي. وادي شكلها ايه يا جماعه. نحدقها بقى زي ما احنا عاوزين. حطيت عليها الكمون والخل والشطه ومرق الدجاج، مكعبين مرق الدجاج. ونحدق بقى زي ما احنا عاوزين عشان مرق الدجاج بيبقى حادق. نشوف الحدق بتاعها بقى ونشوف هنعمل ايه في النهايه. ودي الصلصه معانا اهي. ادي شكل الدقه بعد ما خلصت يا جماعه اهي. وادي الرز بتاعنا وادي الصلصه وادي المكرونه اهي. وادي البصل مقرمش وزي الفل اهو. اهو يا جماعه بيتكسر مقرمش جدا اهو. وده الشكل النهائي لطبق الكشري بتاعنا يا جماعه اهو. ادي الصلصه وادي الدقه. ويا رب يعجبكم واشوف وشكم بخير ومع الف سلامه.